في اليوم العالمي لحقوق المستهلك التونسي يشكي وما يلقاش شكون يلوج له على مصلحته. في خضم التجاوزات في جودة المنتوج والخدمات والأسعار المعروضة، المستهلك يمثل الضحية ومنظمة الدفاع عن المستهلك دورها باش تنبه للتجاوزات هذه والتدخل لإنقاذ المستهلك. ثم نقص كبير في حماية المستهلك في عديد المجالات، نبداو من مجال استهلاك المواد الأساسية حتى نوصلوا للقطاع البنكي اللي نحكيو عليه اليوم. وثم نقص في إعلام المستهلك بحقوقه، خاصة من طريق مزدي الخدمات ولا من طرف المنتجين. حق الاختيار كان موضوع الملتقى اللي نظمه المعهد الوطني للاستهلاك والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية حول المستهلك التونسي والمنافسة في القطاع البنكي، وجاء هذا في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك، وتم التأكيد على اختيار السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة وحق التنقل من بنك لبنك واحترام المنافسة الشريفة. العملية تنطلق من وجود بعض الإشكاليات في عديد الدول وخاصة وفي تونس كذلك بين في التنقل من بنك إلى بنك آخر، في الموبيليتي بانكير، تعقد الإجراءات، طولها، تشعبها، غياب المعلومة، معناتها هذه أبرز المصاعب. الخدمات البنكية اللي تشهد محاولات متواضعة لتحسينها تتطلب مجهودات بالظافرة باش تطور تلبية حاجة الحريف ومسايرة التطورات التكنولوجية. يلزمنا نسرعوا في الخدمات نتاعنا، يلزم نبدلوا ولو هي تبدلت شوية معناها العلاقة اللي ما بين البنك وحريفه. كان بالمجد وقت الواحد يعطي قرض للحريف كان يظن اللي هو عمل عليه مزية. تطبيق القانون في وجوبية إشهار أسعار البيع وحده ما يكفيش باش يلقى المستهلك ما يناسبه ويرضى على المنتوج اللي يبحث عليه. المستهلك راهو قبل ما يستناش، لازم يكون عنده المبادرة الذاتية باش يطالب التاجر باش يشهر الاسعار، معناها ينجم المواطن يمتنع باش يشري مع التاجر ما يشهرش الاسعار. للمستهلك حقوق وواجبات من المفروض انه يعرفهم باش يضمن حقه، على خاطر هو الوحيد اللي ينجم يحسن من مردودية المنتوجات والخدمات.